السلام عليكم. نظرا والله يا جماعه ان انا بقالي فتره يعني مقضيه وقت طويل هنا كده على كوبري اكتوبر، نظري باخده من اوله لاخره. ده غير طبعا ان انا مقضيه حوالي 3/4 شبابي ان لم يكن شبابي كله على كوبري اكتوبر. حاسه ان شاء الله هجيب تقى واحمد هنا على الكوبري، توأم، هجيب توأم اكيد ديفنتلي. كنت بس عايزه اتكلم عن طقطقه صغيره، نظر بس الدنيا حر والواحد مضغوط نفسيا وعصبيا وحاجات كتير مع بعضها. بالنسبه للاعلانات بس اللي على الكوبري، نظري باخده من اوله لاخره ده تاكيد. حضرتك يا فندم 80% من الاعلانات هي اعلانات اكل او شرب او حاجات تانية يعني قاتله. يعني انت طول ما انت ماشي ده طريق سفر يا فندم، فانت طول ما انت ماشي شايف يعني ما بيبقاش معاك اكل، فشايف اعلانات، يعني اعلانات سندوتشات فراخ، همبرجر، يعني بطاطس محمره، يعني مش فاهمه، يا اما اعلانات حاجات كلها ساقعه مشبره، فاهم؟ دوق اللحظه يا فندم، انا ضايقها والله، يعني صدق تعالى جنبي ودوقها معايا، يعني انا مش يعني والله ما مش هتغلى عليك، بس يعني ايه اللي بيحصل؟ حر حر حر. واعلانات بقى طبعا داخلين على الصيف، اعلانات بقى حاجات زي بتاعت الجونه، الساحل الشمالي، تلاقي بنات حلوه كده بتجري وانت اقصى طموحاتك على كوبري اكتوبر تقابل امين شرطه احتمال يطخ تفاصيل مش يعني مش عايزين نتكلم فيها برضو قوي. او اعلانات بقى اللي هو اهم حاجه عندي صحابي، يعني اهم حاجه عندي ولادي، اهم حاجه عندي شغلي. طب حضرتك يا فندم ايه اللي مش مهم في حياتك؟ ما انا مش فاهمه، فاهم؟ حاجات تانية اللي هو ايه، يعني مثلا قدامي دلوقتي اعلان سندوتش فراخ، وراه اعلان ترشي، يعني ليه اللي بيحصل ده؟ يعني وانت مش طايق حاجه، دي كلها حاجات افتراضيه وانت بتموت على كوبري اكتوبر. يعني انا في الجزء المعلق بفكر اطير، يعني صعب. فاحنا ممكن يعني نساعد بعض شويه، انا مش عارفه ده اختبار للذات ولا ثبات انفعالي ولا يعني اهو سندوتش تاني، يعني انا مش عارفه ايه اللي بيحصل ده. ما علينا، سندوتش تاني كتير، ما بقى 80% هو دي العصير تمام كده، ناقص البطاطس المحمره ويبقى الكومبو كملت، مش فاهمه. فالموضوع صعب، وانا حابه بس ان احنا يعني يا ريت الناس القائمين على موضوع الاعلانات ديت يعني يساعدونا شويه، يبقى في اي نوع من انواع الاعلانات المحفزه، اللي هو هتوصل ان شاء الله لاخر الكوبري، هتقدر تكمل، هتقدر توصل، هتقدر تعيش. يعني احنا مصريين يا جماعه، يعني مصريين، يعني نحن في قرب عظيم، نحن في قرب عظيم. وي ار ان ديب شيت، فمش كمان وي ار ان ديب شيت اون اكتوبر، يعني الاثنين مش واحد. نساعد بعض بس يا جماعه، نسبق اعذروا انفعالي والله، ده مش ميرسي خالص، جود لك.